في هذا الفيديو غنهضروا على روايه كتبدا براوي مجهول الاسم اللي رجع لقرايته في السودان بعد ما دوز واحد الفتره باش يتخرج في الخارج في اوروبا. فاش رجع لقى الدور ديالو تبدل بزاف، ولكن اللي غادي يثير الانتباه ديالو هو واحد الشخص غامض سميتو مصطفى كيعيش في القريه. لقى راسو مهتم بشخصيه مصطفى سيد والقصص اللي دايره عليه. كيتلاقى مصطفى كيتعرف عليه في واحد الحفيله، يتفاجئ بالشخصيه ديال مصطفى اللي قلنا شخصيه غامضه مثيره للاهتمام، قرا بريطانيا وتخرج بامتياز، عاش حياه عامره بصراعات نفسيه وعاطفيه. مصطفى كيعاود للراوي القصه ديالو، تخرج من جامعه لندن وكان كيحاول يثبت راسو في مجتمع غريب عليه. في المجتمع الغربي عيب انك دير بلاصتك رغم الذكاء ديالو تدخل في علاقات عاطفيه اللي كانت النهايه ديالها مأساويه. مصطفى استغل الذكاء ديالو باش يغري النساء، واخر كيبان ان هذه العلاقات خرجت بنتيجه وحده، تدمير نفسي كبير لمصطفى. الروايه كتفصل حياه مصطفى في بريطانيا، كيفاش قدر يندمج في المجتمع البريطاني واستغل الذكاء ديالو باش يحقق هذاك النجاح الاكاديمي وكذلك المهني. النجاح كان مغلف بصراعات داخليه وكيبقى محاصر بين الهويه الاصليه اللي هي من السودان، ثقافه محافظه، وثقافه المجتمع الغربي. مصطفى دخل في علاقات متعدده كما قلنا مع نساء بريطانيه. بعد ما عاف مصطفى من الحياه اللي كان عايشه بريطانيا قرر انه يرجع للسودان باش يبدا حياه جديده. تزوج بنيوشه وعاش حياه هادئه، ولكن الماضي ديالو كان تابع بحال الطل. وحاول يبني حياه جديده لقى راسو في صراع مع الاشباح ديال الماضي. الراوي كيبقى مشدود لقصة مصطفى وكيحاول يفهم الاسباب الحقيقيه اللي خلاتو يعيش داك الصراع النفسي. مصطفى كيعترف انه كيعيش واحد من الصراعات الداخليه بين الهويه السودانيه والثقافه الغربيه اللي استهلكاتو. الروايه كيساليها الراوي بنهايه مفتوحه، بحيث ان مصطفى كيغرق في النهر والراوي كيبقى حاير بين يكمل البحث على الحقيقه ولا يتقبل الامور كما هي. الروايه كتحاول تسلط الضوء على التناقضات اللي كيعيشها الافراد في المجتمعات المستعمره، كيفاش الثقافات والهويات كتصطدم، واللي سلط الضوء على تاثير الاستعمار على الافراد والمجتمعات، كيفاش كيخلق مشاكل نفسيه وثقافيه وكيخلي الانسان يعيش في صراع هويه. الشيء اللي كيعكس بعمق الصراع النفسي اللي كيعيشه الفرد بين الرغبه في النجاح والتاقلم مع مجتمع مختلف وبين الحفاظ على الهويه الاصليه. موسم الهجره الشمال كتعتبر من الروائع الادبيه اللي كتخلي القارئ يفكر ويتامل في الحياه والتجارب ديال الشخصيات، وهي كتعتبر مرآة كتبين التحديات اللي كيواجهها الافراد في المجتمعات المستعمره وكيفاش كيعيشوا في صراع دائم بين الحفاظ على الهويه كما ناقشنا. كتسائل القارئ على المعنى الحقيقي للهويه، كيفاش ان الانسان يقدر يعيش بين جوج ثقافات مختلفه.